بكل بساطه هتلاقي عندك معلش بطولها لكم شويه. هتلاقي عندك لو ما عندكيش بصل من العادي بسبب غلاء الاسعار، هتلاقي عندك ده جاهز. 2 كيلو بصل عملوا لنا بسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا. اداكي لون اغمق سنه بسيطه، بس مش اغمق نقول ان اكني بنطبخ، لا يا حبايبي، ده بتحمص في الفرن في الصاج او في صينيه. بس خلي بالنا نوطي درجه الحراره ونقلب على طول باستمرار. تعالوا نشوف يا حبايبي طريقته مع بعض. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. معاكم ام مكه. النهارده هنعمل مع بعض يا حبايبي البصل المجفف ولا البصل البودر، سموه زي ما انتوا عايزين. هنقطعه رفيع بالشكل ده جوانح. انا جيت اعمله بالمبشره اللي هي بتاع الناحيه الخشنه خالص اللي بتعمل طرنشات زي طرنشات الشيبسي دي. لقيت فيه بيطلع نص طرنشايه وفيه بيطلع حاجه زي المبشوره، قلت لا، فبعمله بقى بايديا على حسب كبر البصله نفسها. لو البصلايه كبيره ممكن تعملها على 4/4 وترفعي برضه. لو صغيره انا بحاول ارفع خالص اهو، بس ايه كده كله هيتفرم في النهايه، مش فارقه كبير قوي ولا صغير، يعني وسط ولا صغير. قطعيه رقيق على قد ما تقدري. احنا كلنا عارفين ان البصل وصل 20 جنيه دلوقتي، يا ربنا يرحمنا برحمته. البصل اللي كان ببلاش بقى الكيلو ب 20 جنيه. فاحنا عايزين دلوقتي، واتمنى سعره ما يعلاش عن كده. دلوقتي يعني هنجفف كيلو ولا هنجفف 2 كيلو، كيلو او 2 كيلو هنجففهم او هنعملهم، هيقعدوا بقى ان شاء الله طول رمضان كده نستخدم منهم. الحاجه اللي بتستعمل منك بصلتين حط فيه معلقتين 3 ايه بصل بودر. اللي بتستعمل منك بصلايه حط معلقه. طب هنعمل ايه؟ ان احنا لازم نجري الدنيا زي ما بيقولوا، او الجو او الزمن مش عارفين. الاكل والشرب ندبر، نوفر يعني، نحاول ندبر نفسنا. ست البيت تبقى هي الحمول لكل شيء، هي اساسي. الفرن بتاعك شغليه قبلها ب10 دقايق. لو عندك ورق زبده بخير وبركه. قشرته وغسلته وقطعته بره التصوير، فايه واحده من الكيلو اهي ولا 2 مثلا، عشان تشوفوا بس الفكره مش اكتر. في الرقيق ازاي على قد ما تقدري رقيه اهو. تعالي في صاج ولا في صينيه واسعه. عندك ورق زبده خير وبركه، ما عندكيش انا حطيت ورق ابيض عادي اهو بتاع اجنده فاضي، او ورق جرايد من غير ما تبقاش مكتوب فيها. زمان كان بيجي لنا ورق جرايد ما انطبعش لسه. لو عندك ما عندكيش خلاص يبقى ورق الزبده افضل، بس انا بقول لحضرتك سد يعني مش هروح مخصوص اجيب يعني. وهنحط في الفرن على الرف اللي في النص درجه حراره متوسطه. ولما نبتدي ان هو يبتدي خلاص كده هياخد لون او هينشف، يعني نص خلاص نزل ميته او شرب ميته خلاص كده، يبقى ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها نبقى نهدي النار ونركز معاه، نبص عليه برضو ما نطنشوش ونروح حته يعني. كل شويه نبص عليه ونتابعه، وعلى حسب فرنك برضو. ممكن يكون فرن عالي، فرنك انت وسط، كل واطي، مش كل بوتاجاز زي التاني ولا فرن زي التاني. كل الكميه اللي هي الكتيره دي هتبتدي انها تقل مع ايه؟ مع التجفيف بتاعه. فكره سهله ما فيهاش، وبمكون واحد اللي هو البصل بس، ما فيش اي اضافات تانية. نعمل البصل الاحمر الاخر. معلومه نسيت اقولها لكم، طول ما الزراعه دي او قاعده البصله الشعر بتاع البصل ده موجود وهو متقشر فيه او مش متقشر برضو، دي البصله سليمه وريحتها مش هتبقى وحشه وهتفضل سليمه تمام. سواء بتعملي سلطه سواء بتعملي اي حاجه، وهتتاخري عليها على ما تقطعيها او تشتغلي بيها، خلي دي موجوده. لما نيجي نشتغل بيها سواء بنجفف بصله او اي حاجه روح شايلها خلاص. هي ديت مصدر الامان لها ومصدر انها تفضل سليمه. حتى البصل الاخضر اللي هو الحزم يا جماعه، زي ما قلت لكم التاني قطعه رقيقه قوي قوي، جوانح او نص طرنشايه كده ايه، بس مسميها جوانح يعني رقيقه جدا. على قد ما تقدري خفي رقي، كل ما ترقي كل ما يتجفف اسرع. الحته دي اخر حته في البصل اهي. طب اعمل فيها دي هتبقى تخينه. عندي طريقه تانية شوفوها اهي من ايدي. بصوا يا حبايبي
اهي. قطعي كده اكنك بتقطعي الشاورما المحشي، يعني اصغر حاجه وارفع حاجه، برغم ان ده اخر حته في البصلايه ومش عارفين نعملها كده. قصدي نكمل عليها كده كده. وفي طريقه تانية برضو اللي ايديها بتبقى مظبوطه الحاجات دي كده، اللي هي بتبقى كده كده بالطول او عرض تك 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 تك. بس احنا في حاله الطبيخ بنعمل كده، مش مشكله لو واحده طلعت تخينه شويه، لكن في حاله التجفيف لازم نعمل بالراحه ونبقى دقيقين قوي، مفيش حاجه تطلع معانا سميكه بالشكل ده. عامله زي اللي بنعمل السلطه البلد اللي بنعملها، بنعمل ارفع حاجه في البصل او اصغر حاجه في البصل. عند الحته الاخيره اهي. انا خلصت. دول ممكن يكون اكتر من التاني، يعني احتمال كيلو ربع اكتر شويه، لان انا كنت جايبه 2 كيلو من الاحمر ده وبقيت اقل من كيلو سليم. احنا كلنا كنا بنستخدم اللي هو الفريش ده عادي، ده العادي. طب اما غلي هنعمل ايه؟ هنضطر اللي عايز تعمل كفته وخايفه تفك، حتى لو بيحط الطفل بتاعها ولازم تمسكها بحاجه، نعمل بصل بودر وتوم بودر. ادي الالومنيا اهو. هنجرب برضو من غير حاجه خالص اهي ونشوف هتدينا نتيجه افضل ولا التاني، مع ان ده البصل الاحمر مش الابيض، ولا التاني الافضل. وهنكمل الباقي برضو في الصاج او في الصينيه زميلتها. بس الصينيه دي انا عمري ما هكتب اللي هو الالومنيا ده، والمفروض ورق زبده. انا جبت ورق من بتاع اجنده كده مش مكتوب فيه، وحطيت فيه عليه يعني. وهنحطه برضو، هنخلي بالنا وخلاص. احنا بس بنديكوا فكره، انا اللي هاكله بس انا بديكوا فكره مش اكتر. بقول لكم اي خطا انا بقع فيه انت خلي بالكم منه وبس وخلاص. وان شاء الله هنعمل التوم باذن الله، التوم اللي هو البودر برضو. بس ايه، هنعرفين ان الجديد قرب يطلع، فطبعا احنا هنعمل بس كميه بسيطه كده، كيس ولا حاجه نديكوا فكره. وللاسف انا مش لاقيه فلفل احمر اللي هو البلدي ده، اللي احنا عارفين اللي هو الالوان غالي جدا اليومين دول. ان انا اعمل بابريكا، انا فيه مره لقيت بس ما قعدش كام يوم في التلاجة عندي، وجاتنا ضربه وحطاه في المش لانه كان طري مني، فطبعا كان تلاجتي بايظه. فلما طري مني قلت لا، ده انا عايزه حاجه ماسكه نفسها عشان اجففها واعملها بابريكا. المهم ان شاء الله لما انزل السوق اما بنلاقي الحاجه بنجيبها ونعملها على طول. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا فليتقنه او ان يتقنه. بالظبط يعني، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدخله الفرن بقى، خلي بالنا من النار طبعا. هنعمل البصل الاحمر الاخر. معلومه نسيت اقولها لكم، طول ما الزراعه دي او قاعده البصله، الشعر بتاع البصل ده موجود وهو متقشر فيه او مش متقشر برضو، دي البصله سليمه وريحتها مش هتبقى وحشه وهتفضل سليمه تمام. سواء بتعملي سلطه سواء بتعملي اي حاجه، وهتتاخري عليها على ما تقطعيها او تشتغلي بيها، خلي دي موجوده. لما نيجي نشتغل بيها سواء بنجفف بصل او اي حاجه، روح شايلها خلاص. هي ديت مصدر الامان لها ومصدر انها تفضل سليمه. حتى البصل الاخضر اللي هو الحزم يا جماعه، زي ما قلت لكم. التاني قطعه رقيقه قوي قوي، جوانح او نص طرنشايه كده ايه، بس مسميها جوانح يعني، رقيقه جدا على قد ما تقدري. خفي رقي، كل ما ترقي كل ما يتجفف اسرع حبايبي اهي. قطعي كده اكنك بتقطعي الشاورما المحشي، يعني اصغر حاجه وارفع حاجه، برغم ان ده اخر حته في البصلايه ومش عارفين نعملها كده. قصدي نكمل عليها كده كده. وفي طريقه تانية برضو اللي ايديها بتبقى مظبوطه الحاجات دي كده، اللي هي بتبقى كده كده بالطول او عرض تك 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 تك. بس احنا في حاله الطبيخ بنعمل كده، مش مشكله لو واحده طلعت تخينه شويه، لكن في حاله التجفيف لازم نعمل بالراحه ونبقى دقيقين قوي، مفيش حاجه تطلع معانا سميكه بالشكل ده. شوفوا عامله ازاي اهي، مفيش. عامله زي اللي بنعمل السلطه البلد اللي بنعملها، بنعمل ارفع حاجه في البصل او اصغر حاجه في البصل. انا هوريكم برضو البصل التاني
بس ما فاضل دول الباقيين معايا. انا خلصت دول، ممكن يكون اكتر من التاني، يعني احتمال كيلو ربع اكتر شويه، لان انا كنت جايبه 2 كيلو من الاحمر ده وبقيت اقل من كيلو سليم. احنا كلنا كنا بنستخدم اللي هو الفريش ده عادي، ده العادي. طب اما غلي هنعمل ايه؟ هنضطر اللي عايز تعمل كفته وخايفه تفك حتى لو بتحط الطفل بتاعها ولازم تمسكها بحاجه، نعمل بصل بودر. ادي الالومنيا اهو، هنجرب برضو من غير حاجه خالص اهي ونشوف هتدينا نتيجه افضل ولا التاني، مع ان ده البصل الاحمر مش الابيض، ولا التاني الافضل. بس ما اعتقدش، انا فعلا ده اخف صاج عندي اللي شفتوه ده، بس انا حطاه على الصراف اللي في النص وكنت مهديه النار. انا بس مش اكتر من سهوه بس كده، ونحمد ربنا برضو ان هو ما راحش خالص، يعني ان هو بس لونه حمش شويه زياده بس مش اكتر. وهنكمل الباقي برضو في الصاج او في الصينيه زميلتها. بس الصينيه دي انا عمري ما عملت اللي هو الالومنيا ده، والمفروض ورق زبده. انا جبت ورق من بتاع اجنده كده مش مكتوب فيه، وحطيت فيه عليه يعني، وهنحطه برضو، هنخلي بالنا وخلاص. احنا بس بنديكوا فكره، انا اللي هاكله بس انا بديكوا فكره مش اكتر. بقول لكم اي خطا انا بقع فيه انت خلي بالكم منه وبس وخلاص. وان شاء الله هنعمل التوم باذن الله، التوم اللي هو البودر برضو، بس احنا عارفين ان الجليد قرب يطلع، فطبعا احنا هنعمل بس كميه بسيطه كده، كيس ولا حاجه نديكوا فكره. وللاسف انا مش لاقيه فلفل احمر اللي هو البلدي ده، اللي احنا عارفين اللي هو الالوان غالي جدا اليومين دول. ان انا اعمل بابريكا، انا في مره لقيت بس ما قعدش كام يوم في التلاجة عندي وجات لها ضربه وحطها في المش لانه كان طري مني، فطبعا كان تلاجتي بايظه. فلما طري مني قلت لا، ده انا عايزه حاجه ماسكه نفسها عشان اجففها واعملها بابريكا. المهم ان شاء الله منزل السوق اما بنلاقي الحاجه بنجيبها ونعملها على طول. البصل يا حبايبي اتحمص، ده جزء منه، ده نوع منه يعني. حبيته برضو تخلوه افتح من كده خلوه، بس عموما انا كنت حاطه ده في صاج، في الصاج الواسع، وفي اللي قلت لكم عليه خفيف، وفي الصينيه دي، واللي هو فيه منه فاتح، يعني قصدي لسه ما خدش اللون اهو، بعدش الواحده تحس انها طريه وما ينفعش انها تتعمل اهو، الابيض خالص لسه. فده بين البنين، في اللي هو البيش وفي اللي بني اغمق سنه، فدي حاجه في ايدينا احنا برضو. هدوا النار بتاعتكم بس اهم شيء وقلبوه على طول. ولو عندك ورق زبده، ورق الزبده معروف ان هو بيحافظ على الحاجه وفي نفس الوقت ممكن يخليه يخرج بسهوله اكتر من انا حاطاه من غير حاجه. وبرضو فكرتوني في ورق عادي، ورق ابيض مش بتاع جرايد، بس في نوع ورق ابيض بيتباع اليومين دول، ده ممكن نحط يبقى بديل برضه ورق الزبده، بس مش بديل ورق الزبده للحلويات، لا، لحاجه زي بصل، زي حاجات العاديه اللي ما نخافش عليها، البصل والحاجات العاديه والثوم والكلام ده والبابريكا. لكن طبعا مش اساسي يبقى بديل ورق الزبده الاساسي، لا، بس ينفع الحاجات دي اهو يا حبايبي. هنضربه، هنفرمه في الكبه. كل ما تفتحي لون البصل وانت بتعمليه بتسويه، وانت قصدي بتنشفيه، كل ما يديك لون بودر افتح. كل ما تفتحيه كل ما يديك لون افتح اكتر، يعني كل قصدي ما تضغطيش عليه هيديك لون افتح اكتر. تمام، انا كده بقى فرمت في الكب اهوت. وعايزه تنعميه اكتر من كده نعميه براحتك، بس السر كل ما تفتحيه تنشفيه ويبقى افتح اكتر، وتحت ورق زبده، عشان ورق الزبده بيساعد برضه على الحاجه انها تنشف، بالذات لما يبقى بصل اكيد هيخروش شويه يعني بسرعه اكتر ما يبقى الحاجه على الصاج او على ورق عادي. فكل ما يبقى افتح كل ما يبقى افضل. حتى لو شايفين الدرجه اللي عندنا عاملاها دي مش فاتحه قوي، فتحوه اكتر من كده لو تحبوا. في ملحوظه يا حبايبي، لو حسيتي ان البصل لو افتح من كده معاكي، اللي هو اللي بيتجفف، افتح من كده معاكي شويه مش راضي يتجفف او ما تجففش او ما نشفش برضو قوي، وخد لون مغمق سنه، بس طبعا مش مغمق قوي، لا، يعني الدرجه الذهبيه، افتح درجه للذهبي ده. لو ما قدرتيش ينشف قبل كده، فيه علاج ليه سهل جدا ومش مكلف طبعا. معلقه نشا واحده وانت بتفرميه على كل كبه هيديك اللون بتاع الجاهز بالظبط. ومش بس كده،
الجاهز ساعات لما بنركنه شويه ممكن يمسك في بعضه زي الحجر، بسبب ان هو ممكن يكون حاطينه وعاملينه مستطري، او مثلا غاب فتره عندنا واحنا نسيناه مثلا بتاع 15 20 يوم ولا شهر، فبيمسك في بعضه. لو بره التلاجة بحجر. تمام. نعمل فيه علاجه ايه بقى؟ احنا ممكن ندخل ده برده لو في حته لو في حاجه مش مفرومه قوي ندخلها، مفيش مشكله. لو حسينا ان هو خشن شويه او نفرمه كويس. فالنشا هيخليه ما يمسكش ببعضه. فايه انا بقول لكم معلقه نشا، اللي لو لقيت اللون هيبقى مش هيديك درجه اللي هو الجاهز. معلقه نشا واحده بس في الكبه، مش مليانه كمان، فهتلاقي اداكي نفس الدرجه بتاعت بره، حتى لو كانت حمص منك زياده شويه. بس انا اقسم بالله ما دخل نقطه زيت، ولا الاولاني ولا الثاني. اقسم بالله العلي العظيم ربنا يحاسبنا على اللي بقوله ده، ما دخل نقطه زيت ولا مسح صاج ولا صينيه ولا اي حاجه. درجه حراره الفرن انا مركزه عليه وخلاص، وبعمله وبيرضي الله عشان الناس تدعي لي مش العكس. بس يا حبايبي فرمت البصل اللي هو الاحمر والابيض، والاثنين مش بعاد عن بعض للدرجه يعني. ده الابيض، الاحمر اهو اغمق سنه. وزي ما قلت لكم كل ما تفتحوه في التحميص، كل وانت بتجففيه بتحمصيه تفتحيه، كل ما تاخد نتيجه افتح وافضل من غير اي اضافات طبعا. ولو ضفتي يبقى بس لو اتعمل منك بس شويه، لو هو ده لون الذهبي الفاتح شويه، اول درجه للذهبي. انا مش عايزه اقول لكم حطوه في الشمس يتحمص، لان هياخد معاكي نتيجه يعني اطول شويه. ما تضمنيش تاخد معاكي يوم 2 3، ما تضمنيش. فده مفيش ساعتين زمن ولا ساعه زمن ما بيغيبش. بس خدي بالك من درجه الحراره واللون. عايزه تحطيه في الشمس لو انت في الصيف، او بقى الدنيا حر جامد قوي تقدري تنشفيه في الشمس، مش هيكمل يوم ونص وهيكون نشف. لان لما يبقى درجه الحراره جامده قوي، شهر اغسطس ولا اللي قبله ولا اللي بعده على طول، هينشف معاكي. تمام. سهل وبسيط ومش مكلف، مفيش تكلفه هنا. واحنا عارفين اسعار البصل بره بكام. معلقه من ده تقدري تعملي بكته، مش شرط ان احنا نبشر بصل بقى والكلام ده. معلقه بصل بودر مليانه تقدري تعملي بكته. ولو عايز تعملي مثلا الكفته احنا عارفين الكفته لو مفيش اي حاجه بتمسكها، سواء دوش او نشا او برغل او رز او بطاطس النيه اللي انا عملتها ونزلتها على اليوتيوب، منزلاها طبعا وفرمتها في الكبه بقى. المهم يعني نزلت الفيديو منزلاها، خشوا عليها يا حبايبي على القناه. طريقه جميله جدا وناجحه، ما فيش حد قبل كده نزل طريقه البطاطس مع الكفته. بطاطس نيه مش بطاطس مسلوقه، وتطلع متماسكه بالشكل ده وجميله جدا الا انا. ومنزلاها برضو قبل كده، عامله فيها منها كفته الحاتي برضو اول ما فتحت القناه. خش عليها يا حبايبي اكتبوا بالعربي ام مكه، هو مطبخ ام مكه على قد الايد، هتلاقوا كل الفيديوهات دي موجوده. فالموضوع سهل، ممكن تقدري تعملي اكلات كتير بمعلقه بصل بودر، معلقتين بصل بودر. احنا كلنا عارفين ان البصل وصل 20 جنيه، ويا عالم هيزيد اكتر من كده ولا ايه اللي هيحصل. فدول 2 كيلو بصل بسم الله ما شاء الله، عملوا كميه كبيره جدا تغيب معانا وتطول معانا، تقعد معانا كتير. وزي ما انتوا عايزين بقى درجه الحراره تقدروا تتحكموا فيها، او في الشمس لو تحبوا، لو شمس. بس ما حدش يقول ان ممكن قالت الشمس وما نشفش او طلع ريحه مش عجباني، لا. الشمس دي ما ينحطش في الشمس الا اذا كانت الشمس يعني اللي ما يبقاش البني ادم اصلا قادر يمشي في الشمس بالحر. بتبقى درجه الحراره في الشمس في الصيف اكنك مش على فرن. ده بالنسبه للسطوح عند اي حد ولا بلكونه بتخشها شمس حاميه جامده. غير كده يبقى الفرن على درجه حراره هاديه. ونقلبه باستمرار، تقليب ورق الزبده. لو عجبكم الفيديو حبايبنا اعملوا لايك وشير واشتراك يا حبايبي، عشان نكبر بيكم ان شاء الله، وعشان تشوفونا كل جديد. فعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان توصلكم مني كل جديد.